السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة جديهات. معكم ياسر عيد ياسين، متخصص في أعمال ديكور رخام وجرنيل. أهلا كل متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. النهاردة هنشوف إحنا إزاي قدرنا نشتري وننفذ الدرجة الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت. درجة بتاعت مدخل العمارة، من أحمر فرنساوي وأسود جالاكسي. زي ما انتم شايفين، الجمال والشياكة والحلاوة والأناقة، كل حاجة حلوة موجودة في الدرجتين دول. طبعا الدرجتين دول ممكن يكون الأسود يعني كان عاوز يتغير بأبلادور، بإمبلادور، لكن هو العميل طلب إن هو عاوز أسود جلاكسي. هنشوف دلوقتي ازاي احنا قدرنا ان احنا نجيب الأحمر فرنساوي، وازاي اشتريناه، وازاي ركّبناه وتشطيب. يعني الفيديو ما هوش كامل للتركيب، لكن هيكون فيديو ممتع إن شاء الله. عشان ما اطوّلش عليكم، لو أنت أول مرّة تشوفنا اشترك في القناة وفعّل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة. وطبعًا ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب رأيك في تعليق، لإن طبعًا دعمكم ده مهم جدًا للقناة. عشان ما اطوّلش عليكم، يالّا نبدأ في الموضوع. زي ما إحنا شايفين قدّامنا كده دلوقتي، إحنا رُحنا المعرض في شقة تعبان عشان نشتري الأحمر فرنساوي. طبعًا بننقي أفضل خامات وبننقي أفضل حاجة عشان تطلّع معانا الشغل برضه أفضل حاجة يعني إن شاء الله. طبعًا الأحمر الفرنساوي دي خامة ضعيفة جدًا، يعني بتحتاج تركيز جدًا أثناء الشغل، أثناء التقطيع، أثناء النقل، أثناء التركيب، لإن هي خامة ضعيفة جدًا. لكن بعد ما بتركب بتكون بتتمسك يعني بالمونة أو في الأسمنت، بتكون صلبة يعني بعد ما تركب، لكن قبل التركيب بتكون هشة جدًا وضعيفة جدًا. طبعًا إحنا هنا في معرض الرضا، في شارع العض. طبعًا اشترينا الطاولة بتاعتنا ووديناها الورشة وقطعناها المقاسات اللي إحنا عاوزينها، وركبنا الدرجتين بتوعنا بالشكل ده. طبعًا ده المدخل اللي إحنا كنا عاملينه سيراميك، واللي شفنا له في فيديو قبل كده. عشان نجيب بقى درجتين الدوران دُولة، إحنا بنشتريهم إزاي؟ بنبدأ نشتري الأحمر الفرنساوي، بنجيب عرضها 60 سنتي، بنجيب عرضها 60 سنتي عشان نلف القطر بتاعنا الدوران. طبعًا بداية القطر من هنا ومن هنا بتكون 30 سنتي، على قد الدرجة اللي هتركب من قصادها من الجنب ده ومن الجنب ده، وبتبدأ تلف قطر الدوران بتاعك بالشكل اللي أنت عايزه. طبعًا بتجيبها 60 سنتي، بتطلّع ال5 سنتي اللي هي التخانة بتاعتها عشان تدّيك سمك 4 زي ما حضراتكم شايفينها في الصورة. وبتجيب برضه القايم بتاعك، إن كان 11 أو 12 أو 13 حسب الارتفاع اللي أنت عاوزه. وبعد كده بتودّيهم الورشة، تدّي له المقاسات اللي أنت عايز تقطّعها. بيقطّع لك القوايم وبيقطّع لك الحتّة بتاع الدرجة. لكن اللَف الدوران ده أنت بتلفّها على إيدك بالمتر أو بالبرجل، آآ وبتلفّها وبتبدأ تلحّمها. طبعًا اللحمة الفرنساوي لو اتفصّص معاك، تقدر إنّك أنت تجمّعه تاني، لإن هو لازمًا يتفصّص معاك ولازمًا يتكسّر. فأنت بتجمّعه تاني بالكُلّة وتضيف عليه لون، إذا كان لون رمادي أو أبيض أو اللون البرتقاني. يعني بتجيب أقرب لون موجود فيه الكسر في الرخامة، وبتبدأ تلحّم بيه وتركّب الحتّة بتاعتك. والأسود جالاكسي برضه نفس الكلام، بتجيب تقطّع الدرج بتاعك 30 سنتي، وبتعمل حساب التخانة وحساب القايم. طبعًا الأسود جالاكسي ده زي ما إحنا شايفينه جاي عِدِل، فبنقطع القايم بتاعه حتّة عِدلة. أمّا الدوران ده بنقطّع القوايم بتاعته سبعات أو عشرات بالكتير أوي، عشان تقدر تلِف معاك قطر الدايرة، دي تطلع معاك مضبوطة يعني. وطبعًا اللي هي المربعات مثلًا بتاعة الدوران بتقطّع مثلًا ولو يكن 7 في 11 أو 7 في 12. بتبدأ بعد ما بتقطّعهم بتبدأ تشطفهم
تشطفهم كويس جدًا عشان اللحام بتاعهم بيكون مقفول. زي ما أنتم شايفين دلوقتي كده قدّامكم في الفيديو أهوّة. يعني أتمنى إن يكون الفيديو موضّح شوية علشان يعني كل حاجة تكون واضحة. زي ما أنتم شايفين أهوّة دلوقتي كده الدرج اتلمّع ونضف وكل حاجة بقت تمام دلوقتي. يعني الدرج الأسود جلاكسي ده لو اتقطّع بلادور كان هيبقى ماشي مع السيراميك وهيبقى شكله متناسق جدًا وشكله حلو جدًا. أمّا بقى بالنسبة للماسورة اللي أنتم شايفينها ديّة، دي ماسورة بتاعة الموتور. طبعًا أنا كلّمت العميل في الموضوع ده وقُلت له لازمًا الماسورة دي تتنقل عشان الشكل بتاعك النهائي يكون كويس. فهو يعني ما عرفش ينقلها أو ما أعرفش إيه اللي حصل، فالمهم ساب الموتور مكانه. اللي هو عطى الشكل اللي قدّامكم ده يعني مشوّه برضه المدخل شوية. كان المفروض إن الموتور ده يتنقل في مكان تاني، لكن يالّا دي الله ودي حكمته، والمهم الدرجتين بتوعنا طلعوا في المدخل بالشكل ده. أتمنى إنه تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وتقولوا لي إيه رأيكم في المدخل بعد ما الدرج ركب. وطبعًا المدخل ده إحنا شُفنا له الفيديو بتاعه وعرفنا إن هو معمول سيراميك حوائط وأرضية. لون جميل جدًا معمول بالدهبي. برضه كان سيراميك محتاج إن هو يتدخّل معاه لون تاني، لكن طبعًا دي بتكون أذواق وده كان ذوق العميل. آآ كده إحنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو أنت لسه بتسمعني لحد دلوقتي أتمنى إنك أنت تعمل لنا لايك، ولو لسه أول مرّة تشوفنا اشترك في القناة وفعّل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة. وطبعًا رقم التليفون هاسيبه لكم في الوصف وفي التعليق، وصفحة الفيسبوك وصفحة البادج أتمنى إنكم أنتم تتابعونا عليها، عشان برضه الفيسبوك بنضيف عليه حاجات جميلة جدًا، وبنضيف عليه صور للشغل جميلة جدًا. وبكده إحنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، باشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.